يا مساء السعادة، يا مساء الهنا على أحلى متابعين في الدنيا. مساءكم عطر بذكر الله. النهاردة هنعمل مع بعض القرنبيط بطريقة سهلة وبسيطة، وعايزة أقولك خطيرة جدا، ولا الخلطة جبارة تستاهل منك مليون لايك. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وعايزة أقولك النتيجة تحفة. مش هنقول عليه قرنبيط، احنا هنقول قرنبيط كنتاكي أو كنتاكي قرنبيط، حاجة كده من الآخر ياخد العقل بجد. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، لونه ذهبي عامل زي بجد الكنتاكي، اللي يشوفه ما يقولش عليه قرنبيط خالص. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ونشوف من اول ما نجيب القرنبيط لغايه ما نوصل للشكل التحفه اللي احنا شايفينه ده. بصوا الجمال، حلوه قوي. بسرعة بسرعة على الفيديو حط لايك وسبسكرايب واعملي شير مع كل أصدقائك وحبايبك. ومعايا هنا قرنبيطين حلوين كده زيك. بصوا زهراتهم زي الفل ولسه صابحين وحاجة كده فلة. بشيل الراس كده بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وبعد كده بجيب بولة جنبي ولا أي حاجة وبقطع زهرات القرنبيط زي ما انتوا شايفين كده اهو. باخد الزهرات كده وافككها من بعض اهي، ولو لقيت حاجه من فوق كده بشيلها بالسكينه اهو، بزق من السكينه كده واروح شايله الراس بالراحه خالص. وبعد كده باخد كل زهرات القرنبيط دي. حلو قوي ومفيد جدا، وعايزه اقول لك هو اواني دلوقتي ورخيص، يعني الواحده تقريبا كانت عامله 10 جنيه او 7 جنيه. على البوتاجاز حله كبيره وفيها ميه بتغلي، نزلت بمعلقتين من الملح وكمان نص معلقه من الكمون، ومعايا نص كوبايه من اللبن الحليب اهو. طبعا كنت بغليه عشان كان طالع من الفريزر. وبدلهم تقليبة وبسمي بسم الله، وانزل بزهرات القرنبيط كده في المية اللي كانت بتغلي اهو كده. وهحضر كمان هديلهم تقليبتين، واحضر مصفى بقى جنبي اهو على صينية كده، عشان خاطر اول ما احس ان خلاص السلق هختبره بسكينة تروحي مطلعه في المصفى على طول عشان يتهوى معاكي ما يتهرش منك. بصوا اختبرته بالسكينة وما شاء الله هو ده اللي انا عايزاه. ما بياخدش 5 دقايق في المية، يبقى لونه فاتح كده، وكمان مهما تاكلي منه ما يعملش غازات ولا اي حاجة من اللبن اللي احنا حطيناه وكمان الكمون. طب السلق وزاد منه السليق بتطلعيه على مية بتلج او مية ساقعة عشان يوقف عملية السوى. هنا بقى الخلطة الجبارة بتاعتنا 3 بيضات وكوباية من اللبن اهو، اللبن الحليب، ومعايا كمان شبت وكزبرة، ومعايا عود من البصل الأخضر ده اختياري بس بيدي تيست عالي جدا، وكوباية من الدقيق. وهضيف دلوقتي معلقتين كده من الخل عشان الزفارة بتاعة اللبن وكمان بتاعة البيض، وبتدي كمان قرمشة حلوة قوي للقرنبيط. معايا هنا معلقة من الكمون، سنة من الكزبرة، سنة من الفلفل الأسود، سنة صغيرة من السبع بهارات مش كتير خالص، يعني حاجة كده على طرف المعلقة، نص معلقة من البابريكا، ومعلقة نص معلقة أو معلقة من الكركم حسب ما انتي حابة لونه، وسنة صغيرة من الشطة. أيوة كده. وظبطي الملح بتاعك، ضفت هنا معلقة، وهديلهم تقليبة حلوة. طبعا البهارات اللي انتي بتحبيها ضيفيها، اللي مش بتحبيها استغني عنها، دي اختياري. بدي تقليبة كده حلوة، عايزة القوام بتاعي يبقى ناعم جدا مفيش حاجة متكتلة. بضيف المكون وبعد كده اضيف اقلب سوري. ايوه. وبعد كده هجيب بقى ايه، هجيب 3 معالق من النشا او الكورن فلاور، هو ده بس في ناس ما تعرفش النشا اهو. وهديلهم تقليبه واخلي القوام كريمي، وبعد كده هنزل بكوبايه الدقيق. طبعا كوبايه الدقيق قبل للزياده، ممكن تحتاجي حبه ممكن، بس انا المقادير دي مظبوطه مليون في الميه، لا فوقيها ولا تحتيها. وهدي تقليبه اخلي القوام ده كريمي اهو. هقلب بس كويس جدا كده الدقيق اللي على الجناب ده، وهنزل شويه شويه كده، ما تنزليش بالكوبايه كلها عشان ممكن برضو يتبقى معاكي دقيق. تمام، يعني برضو انزلي بحبه بحبه وانتي شوفي القوام معايا دلوقتي هنوصل
لغاية فين. هجيب معلقة بس واخد الدقيق اللي على الجناب عشان مش عارفة اخده بالمضرب. ايوه كده. حطي لايك بقى، شايفاكي يا اللي لسه بتسمعيني لحد دلوقتي وما حطيتيليش اللايك، وزعلانة منك جدا. ما ببخلش عليكم في حاجة والله العظيم، وكل تفصيلة وكل ذرة أنا بعملها بقول عليها عشان لما تدخلي وتعملي الوصفة على طريقتي تنجح معاكي وتدعيلي دعوة حلوة. هجيب معلقة من التوم، بس قبل ما اجيب التوم هضيف نص معلقة من البيكنج باودر. اهو طبعا انا كان اخر نص معلقة في الكيس، فرحت دلقاهم يعني. ومعلقة التوم اهي، توم مفروم انا مفرزاه، هوريكم دلوقتي ان انا مخرجاه كده، مخرجاه من الفريزر. طبعا ضرباه فريش تمام، مش ضرباه فريش مفيش مشكلة. هنا التليفون فصل. ضفت يا دوب بس بعد التوم البصل المفروم ناعم، وكمان الخضرة، وما خدتش الخضرة كلها. اهو بتضيفي البصل وبعد كده بتقلبي، وبعد كده بتضيفي الخضرة شوية بشوية. وطبعا برضو الخضرة حسب ما انتي بتحبي الخضرة قد ايه في الخلطة بتاعتك. يعني الكاميرا موضحة، مش عايزة كلام، بس التليفون النهاردة بيعمل معايا الغلط مش عارفة ليه. هبتدي طبعا كان القرنبيط معايا برد اهو، اللي احنا سلقناه مع بعض. وبعد كده بضيفه في الخلطة الجبارة بتاعتي. ويا سلام لو تسيبيهم بقى ربع ساعة نص ساعة في الخلطة دي تشرب كده، وعايزة اقول لك تحفة. كل ما هتسيبيها كل ما هتديكي قرمشة حلوة قوي قوي. اهو ما عندكيش وقت ممكن 10 دقايق، وحمري على طول او اقلي على طول. بصوا بتغمز لكم بعينيها تحفة. طبعا هنا برضو التليفون عمل معايا الغلط تاني، فصل وانا بحط الزيت. انا يا دوب بس جبت الطاسه وسخنتها وضفت فيها زيت، لا كتير قوي ولا قليل قوي، يعني يكون معتدل زي ما انتم شايفين. وابتديت سميت بسم الله. بعد ما سخن نزلت بزهرات القرنبيط، وهنشوف دلوقتي انا بنزل بالمعلقه ازاي. ياخد من اول ما تحس انه اصفر من الجنب ده ومن الجنب ده، بتقلبي بقى من الجنب ده، يعني تخلي لونه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، لونه ذهبي مقرمش حلو قوي قوي. اهو بالمعلقه كده. وباخد طبعا البوله جنبي على العين التانية، وباخد زهرات القرنبيط كده على الزيت اهو. انا ما بقفش اللي خلاص استوى بحطهم على جنب زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بشيل بالمصفى دي اهو. بجيب تاني وبحب احط كده من الخلطة الجبارة دي على القرنبيط زي ما انتوا شايفين كده من فوق. حاجات بسيطة بس بتبقى تحفة. عايزة اقول لكم باكله من غير عيش كده كأنك بجد بتاكلي فراخ، وحياة ربنا واحسن كمان. والقيمة الغذائية بتاعته طبعا عالية. طبعا هنا انا كنت خلصت نص الكمية، والنص التاني هعينه لوقت تاني. ممكن تشيليه في الفريزر، ممكن تحطيه في التلاجة لو هتستني عليه يوم ولا حاجة، وتاني يوم تعملي طبق تاني كده كطبق جانبي جنب اي اكل انت بتعمليه، هيبقى تحفة. بصوا بقى الجمال. طلعي بقى على الاول على ورق مناديل. وهو ما شاء الله خارج ما بيشربش زيت خالص. وبعد كده بقى على خضرة تقدميه بألف هنا وشفا. يا رب يا حبايبي الفيديو النهاردة ينال إعجابكم، وتعملوا شير للفيديو ولايك حلو منك لو لسه معايا لحد دلوقتي ومحطتيش اللايك، عشان خاطر الفيديو يرفع ويتشاف. بصوا الجمال بجد، بيقول لكم كلوني. السلام عليكم.